خسر الاهلي وكسب المنطق، ده اللي نقدر نخرج بيه من مباراه الاهلي وصن داونز اللي اتعادل فيها الاهلي تعادل ايجابي 1-1 على استاد القاهره، علشان تكون نتيجه المباراتين تؤدي لخروج الاهلي بعد ما تعادل بنتيجه سلبيه في جنوب افريقيا. مش دايما الحظ هيديك فرصه، مش دايما هتعك وتاخد قرارات غلط ويجي مهاره لعيب ولا يجي غلطه منافس وتصحح لك كل ده وحطك على الطريق الصحيح فتتخيل انك ماشي صح. لا، هو الحظ بيديك فرص انك تصحح اخطائك دي، لما ما تصححهاش بيحصل اللي انت شفته ده. القصة اكبر بكتير من تشكيل غلط وتغييرات غلط كالعادة بقالها سنة. الغلط انك بقالك شهور كل العلامات بتقول انك داخل على موسم كارثي، وان المدرب اللي عندك فقد كل الاساسيات اللي موجودة عند اي مدرب، فلازم تتدخل في الوقت الصح. فلما تبقى في الدوري ماشي بالشكل ده 7 مباريات ولا بتاع في نص الدوري بتتعادل فيهم، اداء سيء جدا حتى في المباريات اللي كسبتها، وبعض المباريات كسبتها بصعوبه شديده. بتجيلك تدعيمات في يناير وبيدخلك لعيبه عندهم جوده وكواليتي عالي جدا مش عارف تستغلهم، بالاضافه لبطوله افريقيا نفسها اللي انت خسرت فيها على ارضك واللي انت تجاوزت فيها الهلال السوداني من غير اقناع. كل ده بيقول ان في حاجه غلط. وخلي بالك انه ده بيحصل في موسم انت قررت انك مش هتلعب الكاس عشان تريح اللعيبه، مش هتلعب الرابطه علشان تريح اللعيبه، فالنتيجه ان البطولات اللي انت ما اشتركتش فيها خسرتها، والبطولات اللي اشتركت فيها برضه خسرتها. فالقصه مش انك تمشي ورا المدير الفني وانك تدي صلاحيات مطلقه للمدير الفني وتقعد تقول الحساب اخر الموسم. خلاص المبدا ده تجاوزه الزمن، ده كان ينفع في التسعينات. لكن انت عندك محللين اداء وعندك مؤشرات في الملعب باينه لاي واحد بيتفرج على كوره من سنه واحده، بيقول لك ان المدرب ده خلاص ما عندوش. فانت استنيت ايه؟ استنيت لما تخسر كل حاجه. خسرت بطوله افريقيا، بعدت جدا عن بطوله الدوري، فالمحصله انك تقريبا مؤهل بكل بساطه انك تخرج بموسم صفري علشان كنت خايف تقيل المدير الفني فتدفع الشرط الجزائي. فالنتيجه انك هتدفع الشرط الجزائي برضه هتقيله، ده اكيد. لكن بعد ما خسرك فلوس كتيره جدا كنت ممكن تكسبها لو خدت بطوله افريقيا وصعدت كاس العالم للانديه، لعبت السوبر الافريقي. فعشان توفر مليون دولار تخسر 7-8. تعال بقى للماتش، تبقى بتلعب على استاد القاهره وبتلعب ب5-3-2 ولا ب5-4-1، ويبقى الاستحواذ 60-40، وتبقى الفرقه واضح من بدايه الشوط الثاني ان في جون جاي لسان داونز. كان في مين في الملعب ولا من بره الملعب مش شايف ان سان داونز بيوصل وبيقرب والجون قرب جدا. لكن لحد الدقيقه 60 ما تدخلش الاخ كولر. اتدخل امتى؟ لما بس جرادي شار اتصاب، ومش زي اي مدرب في الدنيا يستغل انه كده كده هيعمل تغيير ويغير التدريبين، لا، غير قصب بقصب. طلع جراديشار ونزل وسام اللي هو اصلا بعيد عن مستواه من ساعه ما رجع من الاصابه، ومش هيضيف لك حاجه في الحته اللي انت خسرانها بتاعه نص الملعب اللي كان واضح من بدايه الشوط ان احمد رضا بقى ثغره فيه، ولازم ينزل لاعب عنده خبره ولاعب تقدر تسند عليه ويطلع لك الفرقه. ما حصلش. لا، انت استنيت كمان للدقيقه 80 وعملت تغييرين. ايه بقى التغييرين؟ انك تطلع امام عاشور اللاعب الوحيد اللي عنده قدره انه يخرجك بالكوره، وتنزل اكرم توفيق، وهكتفي باشرف بن شرقي وسام ابو علي قدام في جزيره كده منعزله مع نفسهم. فالنتيجه اللي طبيعي لازم تحصل انه بيجي في الجون في الدقيقه 90 بسيناريو غريب عجيب لكن متوقع ومش مفاجئ خالص. ففقت بقى حضرتك ونزلت قفشه ونزلت حسين الشحات في الدقيقه 92. تستبعد علي معلول حتى ما تديهوش 10 دقايق ولا ربع ساعه ولا يكون موجود حتى في ماتش زي ده لما تحتاجه هجوميا عشان بتعاند مع الاداره. تقعد اشرف بن شرقي تنزله في الماتشين بعد الدقيقه 80. جايبين لاعب بالقيمه دي وبالفلوس دي عشان ما نلعبش بيه ماتش قبل نهائي افريقيا، وانت واضح من اول الشوط الثاني ان رهانك لازم يكون على التحولات وانك تقدر تخطف وتخلص الماتش، وان الماتش لو فضل 1-1 والله العظيم انا وكل الناس اللي كانت بتتفرج وكل الناس اللي كانوا بيعلقوا، طول ما هي 1-0 تاكد انك هتتعادل قبل نهايه الماتش، لان سان داونز كده كده سهل يجيب جون، سهل يجيب جون في اي وقت. فانت كانت فرصتك انك تستغل تحول وتسجل الثاني فتصعب الامور وتصعد. لكن انك تفضل لحد الدقيقه 90 عامل 3 تغييرات بس 2 منهم في الدقيقه 80 وتغييرين غلط. يعني تخيل بقى انه يا ريتك ما غيرت، يعني يا ريتك سبت امام عاشور في الملعب. انت مش بس بتتاخر، انت لما تتاخر بتغير غلط. فمفيش مفاجأة، هو ده كولر طول السنة دي. كولر ماتش بماتش بتشوف منه الكوارث دي. الإدارة كانت مستنية إيه؟ مستنية تحاسبه لما يخسرنا بطولات ويخسرنا فلوس. أهو حصل في النهاية. رب ضرة نافعة. أنا بصراحة لحد دقيقة مثلا 85 ولا 80 والله العظيم
بقول انا عندي الراجل ده لو هيجيب لي كاس العالم مش عايزه هويه الاهلي، هات لي كده ماتش للاهلي، حتى الماتشات اللي خسرها قبل كده على فكره قدام صن داونز وقدام فرق تانية من جنوب افريقيا، وحتى الماتش اللي خسره قدام اورلاندو بايرتس. شوف الاستحواذ وشوف الفرص، مش هتلاقي الارقام دي حصلت في التاريخ المنظور للاهلي، انك تكون بتلعب على ارضك وسط جمهورك وبتدافع بثمان لعيبه ومش عارف تبني هجمه ومش عارف تعمل نقلتين على بعض وبتلعب بالشكل ده. فمع السلامه يا استاذ كولر، غير مأسوف عليك اطلاقا. انت في السنه الاخيره ضيعت كل الرصيد اللي عملته خلال السنتين اللي قبل كده. التجربه دي جابت اخرها مش النهارده، من زمان. المهم بقى وانت نقي مدرب لايق على شخصيه الفرقه. انت مش جايب زيزو وتريزيجيه واشرف بن شرقي وعندك حسين الشحات وقفشه اللي نساك كوره. قفشه ما تستخدموش حتى بديل بقالك 7 8 ماتشات. مش جايب كل ده عشان تجيب مدرب على قده، تضيع كل الفلوس اللي انت تدفعها ودفعتها. فلازم اختيار المدرب الجديد يكون على الفرازه، يكون مدرب قادر ان هو يدير الفرقه ويدير النجوم الكتيره اللي بقت موجوده عندك ويستفيد من قدرات اللعيبه اللي موجوده. هات لي مدرب قادر ان هو يطور اداء الفرقه، واشوف له جمله واحده في الملعب، واشوف له بصمه واحده على لاعب، اشوف له اي حاجه، مش العجلات اللي كان بيدربنا ده.